واش عمرك درتي نفس الكود وخدم مزيان عندك ولكن عند صاحبك طالع مقلوب، ولا الموقع ديالك في البراوزر كيبان بطريقه غريبه؟ المشكل هنايا هو اللي غادي نشوفو هذا النهار واللي هو الدوك تايب. كما شفنا في الفيديو اللي داز ال HTML عرفنا شنو هو الهيد، شنو كيكون لداخل، شنو كيكون في البادي. اليوم غادي نسهل عليكم الاموريه وغادي ندوز معكم واحد النيفو اللي كيكون افونسي. غادي نجيو لهنايا غادي نزولوا هادشي هذا كامل اللي كتبنا ديك النهار. نديرو لكم واحد الطريقه سهله بروفيسيونيل اللي هي تنديروا علامه تعجب، تنديروا اونطري. اون فوا تنديروا علامه تعجب اونطري تعطينا اخر اصدار ديال الهاش تي ام ال. فالهدف في هذا الفيديو هذا غادي نتعلم شنو هو الدوك تايب، غادي نعرف شنو هو الهيد، شنو هما محتويات ديال لي زيليمون دو هيد، وعلاش هو البادي، شنو الفرق ما بين ستاندار مود وشنو الفرق ما بين كويركس مود، وكيفاش نخلي الموقع ديالي خدام مزيان في جميع لي براوزر. وباش تسهل على راسك هاد الاختصارات هادو راه ديجا كنا شفنا في الفيديو اللي قبل لي زيكستونسيون. انستالينا دي زيكستونسيون، درنا الكونفيغوراسيون ديال لي زيكستونسيون باش كتسهل علينا الخدمه في الكود ديالنا بطريقه سهله وممتعه. اول حاجه كتشوف اي باج HTML هي الدوك تايب HTML. هاد السطر هذا مهم بزاف. شنو هو المعنى ديالو؟ يقول لنا تمشي عند المتصفح تيقول لك بان هاد الصفحه هذه مكتوبه بال HTML5، وقبل ملي ما كانش عندنا هاد الدوك تايب هذه كنا خدامين بال HTML ولكن ما عارفينش فين HTML خدام، اين اصدار، واش اخر اصدار، واش الاصدار القديم اكسيتيرا. ولكن ملي نديرو الدوك تايب تنقولوا مع تنهضروا مع المتصفح تنقولوا باننا خدامين هاد الصفحه بال HTML5 اللي هي اخر اصدار ديال HTML. وهاد الدوك تايب هذا ماشي طاغ ولكن هو واحد لي انستركسيون ديال البراوزر باش يعرف كيفاش يقرا الصفحه ديالنا. الا كتبتي الدوك تايب البراوزر ديالك كيخدم بالستاندر مود، يعني الكود كيولي كيخدم مزيان، السي اس اس ديالو ان شاء الله في المستقبل كيولي صحيح ان شاء الله 100%، والموقع تيولي ستابل 100%. وهذا الكود هو الكود الصحيح. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للهيد والبادي ونشرحوا هاد لي زيليمون د الهيد. كما كنا البادي هي اي حاجه كتبان عندنا هنايا في المتصفح. الهيد هي المعلومات اللي كتكون على الموقع ولا على السيت في الباكاند ديالو اللي ما كنشوفها لا انا لا انت لا اي واحد اخر. غنشرحوا كل حاجه. كما قلنا مثلا البادي هو اي حاجه تنكتبوها هنايا اي حاجه تنكتبوها هنايا تظهر لينا هنا. والهيد هي اي حاجه تنكتبوها هنايا كتكون ما وراء السيت ولا كتكون في الباكاند ديال السيت ديالو اللي ما تمكنوش لا انا لا انت نشوفوها. غادي نشرحوا وحده بوحده. نبداو اهم حاجه واللي هي تايتل اللي هي تتكون هنايا مكتوبه هنايا الدوكيومون، شنو هو السميه ديال السيت ديالك. بار اكزومبل ندير هنايا فيرست بروجيكت. كما كتشوفوا هنايا هي ولات سميتها فيرست بروجيكت. غادي ندوزو لهاد الميطا هادي. هاد الميطا هادي هاد السطر هذا زعما مهم بزاف، كيخلي الحروف يبانو مزيان بالعربيه بالفرنسي، كيقول لنا بان اي لغه كنحطوها في المتصفح ديالنا كتخدم. ملي كان اكتيفيو هاد اللعيبه ديال الميطا شارست، الوغ ملي كتكون عندنا هادي اكتيفيا اي لغه كنكتبوها هنايا عربيه فرنسي المانيه هنديه شينويه كيقراها لنا الكود ديالنا في البادي، كيخلي الحروف يبانو مزيان. دابا عندنا هاد الميطا هادي نايم. هاد الميطا نايم هادي انا نشرحها لكم بواحد الطريقه اللي هي سهله. اغلبيه كنكونوا هنايا دايرين ديسكريبسيون، وهنايا تنكونوا حاطين في الكونتوني شنو عندنا لاش صالح هاد السيت هذا. بار اكزومبل هذا سي ان سيت اي اي مالكس، هذا هو الكونتوني بار اكزومبل ديال السيت ديالنا. نعطيكم واحد المثال بسيط وعملي. مثلا غادي نجيو لجوجل هنايا، غادي نكتبو مثلا شي سميه السوق، نكتبو سوق بار اكزومبل. غادي نجيو نعزلو شي سيت، نعزلو بار اكزومبل واحد السيت مروكن كندا مروكن. غادي ندخلو لهاد السيت هذا،
غادي نجيو لهنايا غادي نديرو سوا انسبكتي سوا نديرو افيشي لو كود دو سورس. نديرو افيشي لو كود باش نشوفو الكود كامل. نجيو نديرو كونترول اف نكتبو ديسكريبسيون. وغادي نلاحظوا بان هذا الكونتوني هذا اللي عندنا هنايا هو اللي كيطلع في الريشيرش هنايا. الوغ كيفما نجي نشرح لكم بطريقه واحده اخرى، هذا هو السميه ديال السيت ولا السميه ديال الدومين. هذا موركنسو كندا هو السميه ديال التايتل، وهذه هي لو كونتوني ديال هذا السيت هذا اللي كنكتبوه هنا. دابا هذا السيت هذا فاطمه نجي نقلب دابا باغ اكزومبل انا تنقلب على لي برودوي تراديسيونيل دو ماروك. شنو غادي نجي السوق الاول ويلكم تو سوق طق غنجي تبان لي هنايا مروك تراديسيونيل. اذا انا نعرف ان هذا السيت هذا المحتوى ديالو وهادشي هذا تنكليكي عليه تنجي لهنا تلقى فريمون فيه داكشي ديال المغرب. الوغ الكونتوني تيحدد لينا شنو عندك في وسط السيت. وهادشي هذا تنكتبو هنا. نكتب مثلا هاد السيت هذا راني تندير فيه ديجيتال بروداكت، ولا هاد السيت هذا مثلا تنبيع فيه مثلا التليفونات، ولا تنبيع فيه مثلا الحوايج. المهم كنكتبها هنايا باش ملي تيجي نصوب السيت ديالي وتنقادو تنشري له الدومين ديالو تندير له الديبلوامون كدا. وهذه ملي تيطلع لنا في جوجل تطلع لنا هنايا السميه ديال السيت، كيطلع لنا التايتل السيت اللي تيبان لنا مثلا هنايا، تيطلع لنا الكونتوني ديال السيت. هاد السيت شنو فيه. وعندنا حاجه واحده اخرى اللي هي اللينك ولا لو لين. نجيو لهنا تنديرو لينك، تنديرو ستيل بوين سي اس اس. هاد ستيل بوين سي اس اس هو هاد الفيشي هذا تنلينكيه مع الفيشي ديالي ديال الهاش تي ام ال. ومع الوقت نوليو تنلينكيو الفيشي ديال الجي اس، نوليو الفيشي نلينكيو اي فيشي باغي نلينكيوه معايا باش يبان لنا هنايا. غادي نلينكيوه في هاد اللينك هذا. سواء ندير باغ اكزومبل هنا عاوتاني لينك ندير جافا سكريبت بوين جي اس، ونجي لهنايا ونكري واحد الفيشي سميتو جافا سكريبت اكسيتيرا. المهم انا نوريكم كيفاش كيتلينكا. باغ اكزومبل نجيو لهنايا نرجعو للسيت ديالنا نزولو علينا هادشي هذا. نرجعو للسيت ديالنا كي كتشوفوا عندنا الهاش ان اللي هو التيتر ولا الهيدر نتاع السيت ديالنا تيبان لكم بالكحل. عندنا هنايا الباراغراف حتى هي بالكحل صغيره اكسيتيرا. تنجي تنبدل الستيل ديالها. تنجي كيفما تتشوفوا هادشي دابا نشوفوا دقه بدقه. تنحاول نبين لكم حاجه بحاجه دغيا الهاش ان. تنجي كنكتب هنايا هاش ان، تنحل تندير الكولور ريد، جرين. تندير مثلا الباك جراوند الوجهه الخلفيه الباك جراوند كولور مثلا ندير لها ازور بحال هكا. هي كتجي بحال هكا. نجي مثلا لهنايا نخرج من هذه نشوف مثلا بغيت نبدل اللون الاخر تنشوف بهذه بسميتها باراغراف. هاد الباراغراف مثلا بغيت ندير ليها حتى هي واحد لو ستيل ندير لها كولور ريد تولي بحال هكا مكتوبه اللي نتحكم لها في الهايت في الوايت اكسيتيرا. وهذا منين نجيو لهنايا وغادي نديرو لهذا نزولو بحال هكا تيديزاكتيفو. الوغ شنو هو اللي تيخلينا هاد الفيشي هذا يتخرى لنا في وسط لاش ام ال؟ هو هاد اللينك هذا تنديرو اللينك اللي هو مع الباج ديالنا ديال لاش تي ام. الوغ دابا شرحنا لكم هادشي كامل ان شاء الله. عرفنا شنو هو الدوك تايب، عرفنا شنو هو الهيد ولي زيليمون اللي كيكونوا في الهيد، عرفنا بان البادي اي حاجه تتبان عندنا هنايا في السيت وهادشي هذا تيبان في ما وراء السيت اللي هو الباكاند. ونزيد ناكد لكم حتى الا كان عندك هادشي كامل صحيح
ولا ما درتيش الدوك تايب، عرف بان الممكن 100% ممكن الموقع ديالك تحطو في شي براوزر، تحطو في شي نافيغاتور واحد اخر ما يخدمش. وهذا خطا كيوقعوا فيه بزاف ديال المبتدئين. وباش تكون برو في ال HTML ديما استعمل الدوك تايب اللي هي كتعطيك اخر اصدار ديال HTML. خدم بالستوندار مود اللي هو هذا، الا زولتي هذا كتولي خدام الكورس مود اللي هو ما خدامش ما صالحش. ولا درتي هاد ثلاثه ديال الحوايج يخليو ديما الموقع ديالك ستابل 100%. وإلا عجبك الفيديو اشترك معنا، دير لايك وكتب في الكومونتير كمل HTML، وان شاء الله نكملوا السلسله ديالنا. السلام عليكم.